ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. بعتذر لكم ان في صدى صوت ومفيش مايك والدنيا بايظه خالص، يعني الاوضه فاضيه كلها فالصوت بيرج فيها. طبعا انتوا وحشتوني جدا وانا اسف على التاخير، يعني انا بقالي بالظبط 8 ايام ما صورتش فيديو، فانتوا وحشتوني جدا. مبدئيا الناس ما تعرفنيش اول ما تشوف الفيديو انا سيبك ساعه انزل دلوقتي حالا اشترك في القناه، وطبعا ما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده انا بعملها. لو انت لسه ما عملتش لايك يبقى انت لازم تنزل تعمل لايك للفيديو ده. طبعا ده اول فيديو في المحتوى الجديد اللي احنا بنعمله. انا بحاول انوع لكم في رياكت، يعني في ناس بتحب التيك توك، في ناس ثانيه بتحب الرياكت على الفيديوهات اللي شبه بتاعت الامتحانات اللي انا عملتها قبل كده. انا عامل الفيديو ده بقى مش كوميدي خالص، انا عامل الفيديو ده عشان في ناس بتحب تستفاد، في ناس فضولها يجيبها ان هي تتفرج على الفيديوهات دي، وانا بصراحه من الناس دي. فانا بحاول اكسب ارائكم كلكم، وطبعا رايك في الكومنت هيفيدني جدا 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 لو عجبك المحتوى. عشان ما اضيعش الوقت اعمل حسابك ان الفيديو ده انت فعلا هتتصدم، لان هوريك طرق فظيعه. ممكن يعني تشوف الفيديو ده من هنا وتبتدي تنزل تسرق في التكاكين والمحلات من هنا، لانك هتعرف اي قفل بيتفتح ازاي. فيلا بينا نشوف الطرق اللي معانا ازاي نفتح بيها القفل. بصوا تعالوا بقى نشوف الطريقه اللي بعد كده. ده فيديو تاني على فكره يا جماعه، بس انا مجمع لكم الفيديوهات مع بعض. قفل مقفول عادي خالص اهو، وده مغناطيس. بصوا بقى عشان تعرفوا الثغره بتاعت القفال عموما هي الحته دي، هتشوفوها دلوقتي. طبعا مش الناحيه دي، الناحيه الثانيه، الناحيه اللي القفل بيطلع منها، بس انا كنت حرامي وانا صغير فعشان كده عارف الحاجات دي. كل ده جميل. هو دلوقتي بيورينا ان القفل، بصوا من الاخر مفيش منه محاوله خالص. في نفس الوقت بيورينا قوه المغناطيس برضه، يعني المغناطيس بيشد القفل من بعيد جدا. ايوه تمام. بعدين بقاله ساعه بيلعب في الراس، يعني خلاص بقى ورينا طرقك بقى، يعني خش بقى عشان عملت على الناس الجميله دي. اهو بدأ اهو يا جماعه. هو دلوقتي يا جماعه بيبرد الناحيه اللي بيبقى فيها حته معدن كده. لو دققنا الناحيه اللي بيطلع منها القفل، الناحيه دي بيبقى فيها حته معدن كده. الحته دي لو اتكسرت بيتهيألي القفل خلاص ملوش اي لازمه اصلا معاك. ايوه وبعدين بيتهيألي الموضوع ممل قوي، يعني ان انت تقعد تبرد قفل كامل الموضوع ممل جدا. بص هيبتدي يخرم بقى، اللي زي ما قلت لكم الاقفال دي ليها ثغرات، بس تحس ان الطريقه دي بتاخد مجهود جامد. يعني عارف انت اللي هو لو انت حرام هتتمسك، يعني انت شغال بشنيور وبنطه وليله سودا اصلا. بصوا طلع بالبتاع، هي زي تبقى مسمار كده، المسمار ده بيبقى داخل كبس اصلا. ايوه بصوا ده هيفضي القفل، ده بيطلع معاه القفل بره، انت متخيل؟ ايوه وبعدين تهيألي اصلا هو كده لو دق دقه واحده على القفل اصلا هيتكسر، يعني خلاص كده تفضلوا لجوه. بصوا الله عليك الله عليك. بس انا برضه مستغرب ازاي الحته اللي فوق، ايوه دي لازم تتشال. بصوا هنيجوا القفل هتلاقيه اتكسر دلوقتي، المفروض يكون اتكسر اصلا، مش عارف ايه القفل عمال الاسيه ده. بصوا بقى يا جماعه هي تكه القفل ده كده خلاص، يعني هو واقف على الحته اللي هي بصوا بتاع الدبوس. دبوس يا لهوي، مش بقول لكم طلع معاه وتطلع القفل من تحت، انت مبدع. بصوا يا جماعه نعمل ستوب كده، يعني بصوا استنوا، فتح القفل الدبوس، يعني بدبوس فتح القفل، يخرب بيت الابداع. تعالوا نكمل الفيديو كده سوا، ولا بقى له اي لازمه. الفكره بقى يا جماعه فعلا، الفكره فعلا في هي الحته اللي هي الظهر اللي بتبقى في القفل على الشمال. الفيديو ده يا جماعه انا بعملكم فيه طرق السرقه قشطه، يعني فاهمني، استاذ مفيش مشكله خالص. الحياه حاطه علينا لازم نلاقي طريقه نجيب بيها فلوس، فنعمل ايه؟ نبتدي طبعا الكلام ده انا بقوله كله هاي، محدش له علاقه بالكلام ده، بس انا الفيديو ده بامانه فادني. انا من النوع اللي كل حاجه بتحصل في حياتي مثلا مش لاقي لها حل بدخل على اليوتيوب، واليوتيوب بالنسبه لي بصوا حلال كل المشاكل. فانا الفيديو فادني فعليا، وانا بحب اشارككم الحاجات دي، فعشان كده بصراحه الفيديو ده اول لما شفته رحت جايب اول فيديو ومجمع عليه فيديوهات كمان عشان تشوفوه. فجربوا الطرق دي، الطرق دي فجأة اي حد برضه يعمل مفتاح الاستبن دي. انا واحد بنسى اصلا فعلى طول بضيع حاجاتي، فطبعا الطرق دي بالنسبه لي من الاخر. فلو عجبك نوعيه الفيديوهات دي ما تنساش اول حاجه تعمل لايك للفيديو عشان توصله لغيرك لو انت استفدت، ففي غيرك برضه.
اعمل لايك للفيديو، وطبعا ما تنساش تتابعنا على الانستجرام، تلاقي اسم الانستجرام بتاعي. لو عجبك اللاين ده قول لي في الكومنتات ازود لكم كتير من الفيديوهات دي. وطبعا زي ما احنا بنحط على فيديوهات التيك توك وزي ما احنا بنحط على فيديوهات الامتحان، انا بحاول اعمل لكم رياكت شامل على كل الفيديوهات اللي بتفيدكم واللي بتضحكوا وكل حاجه. فانا بشد لكم كتير فدلعكم بقى شويه. طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد بالف خير. سلام عليكم. Dancing,